كيف بده يكتبوا فيه. هذا طقمه اللي بعد ما لبسه. كنت ألبس عليه من الأحد، صار أسبوع الأحد. عريس نيسان صار شهيد نيسان. عريس نيسان شاءت رصاصة القاتل أن تختار قلبه هدفا لها، هو الذي وقبل أن يهوي شهيدا كان يقول لخطيبته إنه اختار شهر نيسان موعدا لزفافه، ليس من أجل ما تقوله أغنية فيروز بكرة بيجي نيسان، وإنما لأنه يشعر بأن من يتزوج في الربيع تبقى حياته الزوجية مثل الربيع. بكرة بيجي نيسان يغوينا ويلون الزهور برابينا. ولكن علي لن يحضر حفل زفافه لأن الرصاصات العمياء وضعت حدا للحلم، ممنوع على عدسة الكاميرا أن تقترب، فعند الحدود لا مكان للربيع ولا لأزهار نيسان. الله يحمي شبابها، الله يحمي مراسلينا، الله يحمي السيد حسين خياط وولاده اللي ما قصروا، اللي وقفوا حد وما تركوني، والله يحمي شبابهم الصحفيين والمراسلين وكل مين بيشتغل بالنيو تي في، موظف من صغير لكبير، الله يحميهم. وأنا مسامحتهم كلهم، بقول يا رب المنيح اللي طلعت لي ابني مش فيهم، منيح اللي ابني راح لحاله ما راح حدا معه كمان غيره. أنا بشكرهم كلهم، بقول لهم الحمد لله على السلامة. بقول الله يقتل اللي قتل ابني، ابني راح شهيد، ابني راح يجاهد، راح يوصل خبر على المظلوم، ابني راح يوصل خبر. الله يحمي الشباب يا رب، الله يحمي الشباب. هي المكافأة وكافئوا إياها، هي مكافأة كافئوا إياها. الله يقتل اللي قتل ابني، الله يقتله ويبشرني فيه يا رب. وللزميل حسين خريس أمانة حملتنا إياها أم الشهيد علي. أنا مسامحته بريء ابني، مثله مثل ابني، كان عم بيجاهد مثل ابني. الله يحميه ويرد عنه. أنا مسامحته من قلبه ومن ربي، ما يلوم حاله. هي منيته، هي منيته، والحمد والشكر لله. اللي فيه مش فيهم، الله أكبر. يمكن لأنه مش مجوز بعده، وليك عندهم مسؤوليات. الله أكبر، الله أكبر. الوداع في الحارة كان المحطة الثانية للعريس الشهيد قبل أن ينتقل إلى ميفدون الجنوبية. عريس نيسان صار شهيد نيسان. وبعد كم مرة كاد علي يسقط في حرب تموز، كل يوم، كل ساعة، بل كل دقيقة كان علي يشعر أن عمرا جديدا يكتب له. الآن ربما ومن حيث هو يتمنى لو أنه مات آنذاك، فالرصاصة الشقيقة أشد مضاضة على قلبه من رصاصة العدو. عريس نيسان صار شهيد نيسان.